تعال اقول لك ازاي شات جي بي تي عرفني ان حمو طلع غشاش. كان عندي ولد في الدرس اسمه حمو ده كان طالب ممتاز جدا. كنت اشرح يقول لي فاهم، اسمع يقوم سامع، احل على السبوره يقول لي ايه السهوله دي يا مستر. قلت بس هو ده الولد اللي هيحقق حلمي ويطلع دكتور. لحد ما في يوم لقيته داخل عليا قال لي مستر انا عايز اعترف لك اعتراف. قلت بس الواد شكله عامل مصيبه. قال لي بصراحه مستر انا ما بعرفش احل المسائل وبغش الواجب كله من شات جي بي تي. خدت الصدمه بقى. بس فكرك بقى قلت له يا غشاش ويا فاشل والكلام ده؟ لا، قلت له تعالى اقول لك ازاي تحل المسائل بسهوله. اول حاجه تقرا المساله كويس وتقرا المطلوب والمعطيات وتكتبهم على جنب. كده خلصت 25% يعني ربع الحل. بعد كده حضرتك تحدد القانون اللي هتحل بيه ويبقى كده خلصت 50%. لقيته بيقول لي بعمل كل ده وبرضه بغلط. قلت له يا عم ده انت رخم يا جدع، بس ما تقلقش انا بهزر معاك. بص، طبيعي جدا انك تحل وتغلط، بس لما تغلط شوف الاجابات واعرف غلطك فين، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتكسر رهبة الحل وبتحل الافكار اللي كنت بتغلط فيها بسهولة جدا. خليك عارف ان الفهم لوحده مش كفاية، ولازم تحل بايدك عشان تثبت المعلومة. ومش هقول مين حمو بقى عشان ما افضحوش، عشان ما بحبش اجيب في سيرة حد.